أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نحن نسعى دائما لتقديم محتوى مميز ومفيد، لذا كونوا على تواصل معنا ودعمونا بمشاركتكم وتعليقاتكم القيمة. الآن دعونا نستعرض معا فكرة الجدار الجليدي والعوالم الأخرى، وهي من المواضيع الشيقة التي ترتبط بنظريات المؤامرة والخيال العلمي. فكرة الجدار الجليدي والعوالم الأخرى غالباً ما ترتبط بنظريات المؤامرة والخيال العلمي. إحدى النظريات المعروفة هي تلك التي تتحدث عن الجدار الجليدي في إطار نموذج الأرض المسطحة. هذه النظرية تزعم أن هناك جداراً جليدياً هائلاً يحيط بحواف الأرض المسطحة ويمنع الناس من السقوط خارجها. سنستعرض هذه الفكرة بالتفصيل ونناقش العوالم الأخرى كما تصورتها نظريات مختلفة. نظرية الجدار الجليدي والأرض المسطحة. تعتبر نظرية الأرض المسطحة إحدى النظريات القديمة التي عادت للظهور في العصر الحديث، حيث يدعي مؤيدوها أن الأرض ليست كروية بل مسطحة. وفقا لهذه النظرية، يوجد جدار جليدي هائل يحيط بالأرض ويعمل كحاجز طبيعي. الجدار الجليدي. يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن الجدار الجليدي هو جدار كبير يتكون من الجليد ويمتد حول حافة الأرض. يقولون إن هذا الجدار هو ما يعرف بالقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، ويمنع الماء من التدفق من على حواف الأرض. جميع الأدلة العلمية تثبت أن الأرض كروية الشكل. الأقمار الصناعية، صور الفضاء، الرحلات الجوية والمسافات التي يمكن قياسها على الأرض كلها تؤكد هذا الواقع. الجيولوجيا والملاحة والفيزياء كلها تدحض نظرية الأرض المسطحة والجدار الجليدي. نظرية العوالم المتعددة. في الفيزياء النظرية، توجد نظرية العوالم المتعددة التي تفترض وجود أكوان موازية لعالمنا. هذه النظرية تنبثق من تفسير كوبنهاغن لميكانيكا الكم، حيث كل حدث كمي يمكن أن يخلق كوناً جديداً بمسارات مختلفة. تفسير كوبنهاغن لميكانيكا الكم يقترح أن الجسيمات يمكن أن توجد في حالات متعددة في وقت واحد، وعندما يتم رصدها، فإنها تتخذ حالة معينة. بناءً على هذا التفسير، يمكن أن يكون هناك عدد لا نهائي من الأكوان التي تتخذ فيها الجسيمات مسارات مختلفة. فكرة العوالم الأخرى شائعة في الأدب والخيال العلمي. عوالم موازية أو بديلة تستخدم لاستكشاف الثيمات الفلسفية والأخلاقية والمعنوية. العديد من الأعمال الأدبية والفنية تستند إلى فكرة العوالم الافتراضية أو العوالم التي يمكن الوصول إليها عبر التكنولوجيا المتقدمة، مثل ما يشاهد في الأنمي الياباني وأفلام الخيال العلمي. فكرة الجدار الجليدي كحقيقة علمية هي جزء من نظرية الأرض المسطحة، والتي تم دحضها بشكل قاطع من المجتمع العلمي. على الجانب الآخر، العوالم الأخرى هي مفهوم مثير يظهر في الفيزياء النظرية والأدب والخيال العلمي، مما يتيح للناس استكشاف احتمالات وأفكار جديدة حول الكون وما وراءه.